بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن recurrent UTI definitions, antibiotic for recurrent UTI prophylaxis benefit versus harm, the dark side of antimicrobials, و UTI prophylaxis safe approach, initial and antibiotic sparing strategies, و recommendations for rational use of antimicrobials. أول حاجة definitions. تعريف ال recurrent UTI هي 2 or more symptomatic infections in 6 months أو 3 or more infections in 12 months. والrecurrences typically بتبقى acute simple cystitis أكتر منها complicated UTI. وهنا لازم نعرف الفرق ما بين relapsed infection و reinfection. relapsed infection هي recurrent infection caused by same strain as original UTI وبتحصل within 2 weeks of treatment، ولكن الري-infection بتبقى recurrent UTI حصلت more than 2 weeks بعد التريتمنت of the original UTI. الحقيقة من أشهر الاستراتيجيز اللي بتستخدم في البروفيلاكسس أو البريفنشن للريكورنت urinary tract infection هي استخدام الأنتي مايكروبيالز فور لونج تيرم، وبتبقى لمدة شهور، يعني ممكن تبقى 3 شهور up to 1 year. أشهر الأنتيبيوتكس دي اللي بتستخدم النيتروفيورانتوين، ترايميثوبريم سلفاميثوكسازول أو اللي احنا بنقول عليه الكوترايموكسازول، وبعض السيفالوسبورينز زي السيفاليكسين والأورال فوسفومايسين. ويا إما بتكون دوزز فور كونتينيوس بروفيلاكسيس أو بتكون بوست كويتال بروفيلاكسيس. طيب الفلوروكوينولونز ما بتستخدمش. الحقيقة الفلوروكوينولونز من أشهر الحاجات اللي بتستخدم، ولكن الجايد لاينز حاليا أجانس استخدام الفلوروكوينولونز فور لونج تيرم علشان الادفيرس ايفكتس بتاعتها اللي احنا هنتكلم عليها كمان شويه، وعلشان الدراج انتر اكشن اللي ليها، وعلشان كمان الاميرجنس اوف ريزيستنس. طيب هل هي استخدام الانتي مايكروبيالز في الريكورنت يو تي اي بروفيلاكسيس هل هو بينيفيشال ولا لا؟ الحقيقه في ستادي اتعملت على اتنشرت على اوكسفورد اكاديميك، اتعملت في 2021 على البنفيت فيرسس هارم اوف antibiotic prophylaxis in recurrent UTI في الاولدر ادلتس. عملوا ايه؟ هي ماتشد كوهورت ستادي، قارنت الاولدر ادلتس اللي هم 66 years او اكتر اللي اخدوا antibiotic prophylaxis versus اللي ما اخدوش، يعني خدوا تريتمنت بس لليو تي اي لكن ما خدوش لونج تيرم سبريسيف ثيرابي من الانتيبيوتكس. والمقارنة ديت كانت 1:10، يعني كل واحد أخد بروفيلاكسس قصاده 10 ما أخدوش. وعرفوا الأنتيبيوتيك بروفيلاكسس إن هي antibiotic treatment for 30 days or more starting within 30 days of positive urine culture. وصمموا إن يبقى فيه positive urine culture ليه؟ عشان يبقوا متأكدين إن الأنتيبيوتيك اللي اتاخد ده اتاخد على UTI ما اتاخدش على أي infection تانية. والاوتكمز كان فيها beneficial outcomes اللي هي المفروض ان الانتيبيوتكس هتساعد ان هي تحسنها، اللي هي زي ايه؟ زي الامرجنسي ديبارتمنت فيزيتس، زي الهوسبيتاليزيشن فور يو تي اي، فور سيبسس، بلاد ستريم انفكشن within 1 year. والهارمز كانت طبعا الامرجنس اوف انتي مايكروبيال ريزيستنس والانتيبيوتيك ريليتد كومبليكيشن بقى اللي هي الادفيرس ايفكتس بتاعت الانتيبيوتكس. طيب الريزلتس جت ازاي؟ طيب الريزلتس جت ازاي؟ لقوا ان المرضى اللي اخدوا antibiotic prophylaxis كان عندهم experienced more harm، كان الريسك اوف hospitalization اعلى، ريسك اوف clostridium difficile، antibiotic resistance، وادفيرس effects من الانتي مايكروبيالز. كل ده كان اكتر في المرضى اللي اخدوا antibiotic prophylaxis عن اللي ما اخدوش. in among older adults الهارم من long term use of antibiotics for prophylaxis of UTI بتبقى outweigh البنفيت، فبالتالي الاستادي دي discouraging استخدام الانتيبيوتكس for UTI prophylaxis. طيب تعالوا نشوف بقى احنا ليه بنقول ما نستخدمش انتي مايكروبيالز for long term suppressive therapy for UTI. خلينا نشوف جزء من ال most serious adverse effects اللي ممكن تحصل من الانتي مايكروبيالز ديت. اول حاجه النيتروفيورانتوين، طبعا ده برود سبيكترم انتي مايكروبيال وبيستخدم for treatment of cystitis, asymptomatic bacteriuria in pregnancy و recurrent UTI prophylaxis. طيب استخدامه في البريجننسي، احنا قلنا ان هو بيستخدم في الاسيمتوماتيك بكتيريوريا في البريجننسي، هو بيعدي البلاسينتا
والحقيقة ان الاستاديز عليه اللي هي بتقول هل هو بيعمل congenital anomalies ولا لأ، عليها ميكسد داتا، يعني في حاجات with وفي حاجات against. علشان كده قالوا ان هو يستخدم for asymptomatic bacteriuria لأقصر effective مدة ممكنة. في بقى عليه تاني ده كونترا انديكيشن بقى، ودي ما فيهاش كلام. استخدامه، لو استخدامه في اخر 30 يوم من البريجننسي بيزود الريسك اوف نيونيتال جوندس، وعشان كده النيتروفيرونتون از كونترا انديكيتد من اول الاسبوع ال 38 ولحد الاسبوع ال 42 من البريجننسي، وده وديورنج ليبر ديليفري، او لو الاونست اوف ليبر از اميننت، لانه هيعلي الريسك اوف هيموليتيك انيميا اوف نيو بورن. فدي ما فيهاش كلام، ما ينفعش يستخدم في الفتره دي نهائي. Nitrofurantoin use في ال older adults by Beers criteria it is a potentially inappropriate medication should be avoided في patients اللي عندهم 65 years or older independent على diagnosis أو condition، لأن لقوا إنه بيزود الريسك of pulmonary toxicity, hepatotoxicity and peripheral neuropathy، خصوصا لو استخدم for long term use. وطبعا لو في safer alternative يبقى الأولى الsafer alternative إن هو يستخدم، وعليه avoid use in patient with creatinine clearance أقل من 30 and for long term suppressive therapy. طيب ايه بقى بعض الادفيرس ايفكتس كده مجمعه للنيتروفيرونتوين؟ طبعا دي احنا هنعرض مش كل الادفيرس ايفكتس، ولكن الحاجات الموست سيريس اللي ممكن تحصل من الانتي بايوتكس ديت. اول حاجه جي اي تي زي الكلوستريديوم ديفيسيل دايريا اند كولايتس، ودي ممكن تحصل من اول يوم من الاستخدام او up to 3 months post antibiotic. drug induced liver injury، ودي ممكن تبقى acute وممكن تبقى chronic. الاكيوت هي less common وtypically resolve upon discontinuation of drug، والانست بتاعها بيبقى من اسبوع ل6 اسابيع. لكن الكرونيك هي more common ويوجوالي بتبقى اوتو اميون، وبيبقى فيها اوتو اميون، بتبقى فيها هيباتيك كوليستيزس، والانست بتاعها ممكن يبقى شهور، يعني تيبيكالي ممكن من اكتر من 6 شهور لسنه من الاستخدام. وبريفرال نيوروباثي، ودي بتبقى سنسوري موتور بولي نيوروباثي، وبتبقى نون دوز ريليتد وايديوسينكراتيك. والبلمونري توكسيسيتي ودي هنتكلم عليها بشيء من التفصيل، ودي ممكن تكون اكيوت او كرونيك. الاكيوت نون دوز ريليتد، الكرونيك ممكن تبقى دوز ريليتد او نون دوز ريليتد. والحقيقه ان هم لقوا ان البلمونري توكسيسيتي ساعات بتبقى جايه كونكوميتنتلي معاها كمان هيباتوتوكسيسيتي، بيبقوا ساعات الاثنين مع بعض. طيب خلونا نتكلم بشيء من التفصيل عن النيتروفيرونتوين بالمونري توكسيسيتي، ودي الحقيقه ان براكتس شفتها كتير، شفتها في اكتر من حاله، وكلهم كانوا على يعني ناس على لونج تيرم سبريسيف ثيرابي وكانوا اولد ايج. في acute hypersensitivity pneumonitis وفي chronic form. الاكيوت hypersensitivity pneumonitis الانصت بتاعه بيحصل تقريبا من يعني around بعد 8 ايام من الاستخدام، ولو في repeated exposure ممكن في خلال 24 ساعة من الاستخدام. السيمتومز بتاعتها بتبقى فيفر، ديسنيا، irritating cough، rash، chest pain، cyanosis. الأعراض شوية شبه الشست انفكشن، فلازم يبقى فيها اكسكلوجن كويس علشان أعرف هي دي pulmonary toxicity ولا infection. وممكن يبقى فيه inspiratory crackles كمان في معظم المرضى. طيب الكرونيك نيومونايتس بقى الأنست بتاعها delayed من 6 شهور ل several years بعد لو دوز من التريتمنت. والسيمتومز بتاعتها بتبقى ديسنيا، دراي كوف، فاتيج، وبتبقى less intense ومش common ان بيحصل فيها فيفر، وممكن يحصل فيها برضو دراي كراكلز، وممكن يحصل كمان drug induced lupus او ANCA associated vasculitis، وساعتها بيحصل كمان skin rash. ايه الريسك فاكتورز بقى للبلمونري توكسيستي؟ ودي الحقيقه تيبيكالي الحالات اللي انا شفتها: old age، female sex، renal impairment، و long term use، اللي هو لو بستخدمه في اللونج تيرم سبريسيف ثيرابي، لان ده تقريبا الاستخدام الوحيد للنيتروفيرونتوين اللي بنستخدمه فيه لونج تيرم. طيب التريتمنت بقى بتتعالج ازاي النيتروفيرونتوين توكسيستي؟ ينفع تتعالج ولا لا؟ الحقيقه هي بتتعالج طبعا. اول حاجه وقف الدواء، discontinue الدرج. تاني حاجه الاكيوت بيحصل اكيوت فورم بيحصل رابيد ريجريشن على من ايام لاسابيع. الكرونيك فورم الريجريشن بياخد وقت شويه من weeks to months عشان يحصل فول ريكفري. وطبعا نيفر ريتشالنج، لان هيحصل تاني ريكورنس للبلمونري توكسيستي، فما تدهوش تاني. لو حصل مره ما تدهوش تاني.
وممكن يستخدم الاورال جلوكوكورتيكويدز، ولكن البنفيت بتاعتها مش بروفن قوي. ليه؟ لان هو في حالات خدت اورال جلوكوكورتيكويدز واتحسنت، بس في حالات برضو اتحسنت من غير ما تاخد جلوكوكورتيكويدز، وهم مش عارفين هي دي كانت السبب اللي من غيرها ما كانتش الحالات دي هتتحسن ولا لا. وعليه قالوا يعني ريزيرف استخدام الجلوكوكورتيكويدز لو سيفير ريسبيراتوري كومبرومايز، عيان بقى ديزنك وهيبوكسيك، طبعا بعد الاكسكلوجن اوف انفكشن. والدوز بقى بتبقى ازاي؟ بريدنيزون ايكويفالنت دوز بتبقى من نص ل1 مللي جرام بير كيلو جرام اب تو 60 مللي جرام بير داي، وطبعا تابرنج بقى على لونج تيرم از توليريتد. طيب البروجنوسيس بتاعتها ايه؟ عادة very good prognosis طالما عرفتها على طول، early recognition and early discontinuation of drug. معظم البيشنتس اللي عندهم acute form recover في خلال حوالي 15 يوم. الكرونيك فورم بتاخد لها من اسبوعين ل3 شهور علشان يحصل لها ريكفري. على الرغم من كده تلتين الحالات بيفضل فيهم mild fibrotic changes للاسف، بتبقى persist. وعلى الرغم من الجنرال يعني generally الجود prognosis very good، ولكن بيحصل برضو fatalities للاسف. وطبعا ممكن الانتراكشنز تزود الريسك اوف irreversible fibrosis، زي مثلا لو كان واخد النيتروفيرونتوين وكان معاه اصلا بياخد ميثوتريكسيت. طيب بعض الورنينج بقى والبريكوشنز كده على النيتروفيرونتوين ناخد بالنا منهم. اول حاجه avoid in patient with glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency، لان هتزود الريسك اوف هيموليتيك انيميا. والحقيقه في بعض ريفرنسز كاتبه جمله كده ان انت استخدمه with caution، ولو حصل هيموليتيك انيميا وقف. لكنه محطوط في ريفرنسز تانية ان هو من ال unsafe medications في glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency. فالأأمن ان انت do not use النيتروفيرونتوين في عيان عنده glucose 6 phosphate dehydrogenase deficiency. وبرضه هو contra indicated في ال children اللي أقل من 1 month of age، لأنه ممكن يزود الريسك of hemolytic anemia. وكونترا انديكيتد في اي عيان عنده هيستوري من نيتروفيرونتوين اسوشيتد كوليستاتيك جوندس اند هيباتيك ديسفانكشن. واحنا قلنا ان ده الهيباتيك فورم الاشهر من الهيباتوتوكسيستي، الفورم الاشهر من الهيباتوتوكسيستي اللي ممكن يحصل مع النيتروفيرونتوين. وافويد في كرياتين كليرنس اقل من 30. وتاني افويد لونج تيرم يوز ان اولدر ادلتس. نتنقل بقى للكلام على الترايميثوبريم سلفاميثوكسازول او كوترايموكسازول او السبترين او السترين. ده كومباينيشن بكتيريسايدال كومباينيشن بيشتغلوا على البكتيريا انهبيشن اوف بكتيريال سينثيسيس اوف تتراهيدروفوليت، وعلشان كده بيعمل انهبيشن للدي ان اي سينثيسيس، وعشان كده هو بكتيريسايدال. احنا كنا شرحناها قبل كده في الانتي بكتيريالز ازاي هما بيشتغلوا هما الاثنين مع بعض فيبقوا بكتيريسايدال مش بكتيريوستاتيك. طيب التوكسيستي بتاعته ايه بقى؟ دراج انديوزد ليفر انجري موستلي بتبقى هيباتوسيلولار كوليستيزس، ممكن تحصل من اسبوع ل3 اسابيع بعد الانيشيشن، وبتحصل اسرع لو حصل ريتشالنج. وخلي بالكم احنا الجمله دي كررناها كتير، يعني لو في ريتشالنج هتحصل التوكسيستي اسرع كمان. الدراج انديوزد انجري نون دوز ريليتد واميونولوجيك. بلاد ديسكارزيا، البلاد ديسكارزيا اللي في الترايميثوبريم سلفاميثوكسازول بتبقى فيتال، ممكن تبقى ايه جرانيولوسايتوزس، ممكن تبقى هيموليتيك انيميا، بالذات في العيانين اللي عندهم برضو جلوكوز 6 فوسفات ديهيدروجينيز ديفيشنسي. وممكن تبقى ثرومبوسايتوبينيا. بتحصل امتى؟ بتحصل حوالي 6 ايام ل5 اسابيع من الاستخدام، ولو upon ريتشالنج ممكن تحصل في خلال ساعة من الاستخدام، وبتبقى سيرم كونسنتريشن ريليتد. فنخلي بالنا من الجرعات برضو. بيعمل الكترولايت ديستربنس، ودي بتبان اكتر في العيانين الرينال امبيرمنت والعيانين الاولد ايج، زي ايه؟ هايبوناتريميا وهايبر كاليميا، ودول ساعات بيبقوا فيتال لايف ثريتنينج. حاجه تانية بيعمل هايبوجلايسيميا، والهايبوجلايسيميا الانست بتاعها بيبقى رابيد، بيبقى ممكن within ساعة ونص من الاستخدام لغاية 5 أيام after initiation. طبعا دي فترة صغيرة جدا، أسرع من إن احنا نتخيل حتى إن الدواء ده هو السبب في المشكلة اللي حصلت. وهايبر سنسيتيفيتي رياكشن، والهايبر سنسيتيفيتي ممكن يبقى ديليد وممكن يبقى immediate. طبعا الاميديت ده انافيلاكسيس رياكشن، الديليد رياكشن ده
ممكن يبقى فورمز كتير قوي، ممكن توصل لستيفنز جونسون سندروم او توكسيك ابيديرمال نيكرولايسيس او دريس، وطبعا كلها حاجات ممكن تبقى فيتال، ودي نون دوز ريليتد للاسف برضو. طيب في الاولد ايج الترايميثوبريم سلفاميثوكسازول متصنف ازاي؟ باي بيرز كرايتيريا، برضو هو potentially inappropriate medication used with caution في البيشنتس ال older than 65 years، يعني 65 سنة أو أعلى، و especially لو كرياتين كليرنس قليل، لو المرضى دول على ايس أو أربس. ليه؟ لأن هتزود الريسك اوف هايبركاليميا. استخدام الترايميثوبريم سلفاميثوكسازول في البريجنسي افويد في الفيرست ترايمستر. ليه؟ لانه بيزود الريسك اوف congenital malformations زي ايه؟ cardiovascular urinary tract malformation، neural tube defect، cleft palate، club foot. فالحاجات دي كلها ما ينفعش ان انا استخدم عشانها في الفيرست ترايمستر. طيب لو حاله pregnant female و HIV patient وعايزه تستخدم الترايميثوبريم سلفاميثوكسازول، مكتوب لها علشان ال PCP prophylaxis او تريتمنت، ساعتها لو هتضطر انها تستخدمه يبقى بتستخدمه مع مراعاة حاجتين. اول حاجة supplemental folic acid بهاي دوز اكتر من 400 مايكروجرام بير داي، وتاني حاجة متابعة الفيتال التراساوند علشان لو حصل لا قدر الله اي congenital malformations. حاجة تانية لا يستخدم في الثيرد ترايمستر. ليه؟ لان لقوا ان هو بيعمل ديسبليسمنت للبيليروبين في النيونيت وممكن يعمل نيونيتال كرينكترس. طيب وفي حاجة تانية لازم برضو نخلي بالنا منها، لو مريض عنده جلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز ديفيشنسي لا يستخدم ليه الكوترايموكسازول، لانه هيزود الريسك اوف هيموليتيك انيميا. والحقيقه هو حاليا في بعض الريفرنسز اتنقل للبروبابلي سيف ميديكيشن، ولكن برضو الريبورتد كيسز بتقول ان الناس اللي عندهم جلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز ديفيشنسي واستخدموه حصل لهم فعلا هيموليتيك انيميا. يبقى افويد في الجلوكوز 6 فوسفات دي هيدروجينيز ديفيشنسي، دايما ندور على سيفر alternative. حاجة تانية لازم تفكر بيها المريض بتاعك، بالذات لو عيان renal impairment for adequate hydration، لأنه ممكن يعمل كريستال يوريا. بعد كده الفلوروكوينولونز، وطبعا دي الأشهر والأكثر استخداما على الرغم من ده against كل recommendations دلوقتي. طبعا هي highly effective broad spectrum antimicrobials high oral bioavailability، لكن ليها حاليا antimicrobial resistance عالية جدا، ليها very serious adverse effects زي ما هنشوف، وليها multiple drug interaction، وعلشان كده typically it should be reserved when benefit outweigh risk. طالما في بدايل للفلوروكوينولونز يبقى قلل استخدام فلوروكوينولونز على قد ما نقدر. فلوروكوينولون adverse effects gastrointestinal gastritis clostridium difficile associated diarrhea وهيباتوتوكسيستي، بيبقى معاها elevated liver function test، و cardiovascular adverse effects QT prolongation، وبتبقى observed اكتر لو في interaction مع ادويه تانية بتعمل QT prolongation اكتر في الموكسي عن الليف وعن سيبرو. ونخلي بالنا ان احنا هنا بنذكر الموكسي على سبيل المقارنه، ولكن الموكسي لا يستخدم في اليورينا تراكت انفكشن، والكلام ده احنا قلناه في محاضره اليو تي اي. ادفيرس ايفكت تاني كارديوفاسكولار اورتيك انيوريزم اند دايسكشن، والحقيقه ده نزل بيه بلاك بوكس وورنينج من الاف دي اي في اخر 2018 ان استخدام الفلوروكوينولونز بيزود الريسك اوف اورتيك انيوريزم اند دايسكشن اند شود بي افويدد في العيانين دول. والحقيقه ان الاورتيك انيوريزم له ريسك فاكتورز كتيره جدا، بعضها سندرومز زي الاهلر دانلوس سندروم وزي المارفن سندروم، وبعضها حاجات زي الانكنترولد بلاد بريشر، الادفانسد اثيروسكليروتيك تشينجز والاولد ايج. الليفو اكتر من السيبرو والموكسي في الادفيرس ايفكت ده، والحقيقه ان الادفيرس ايفكت ده تايم ريليتد، يعني برضو هيبقى مور برونونسد في العيانين اللي بيستخدموا الكوينولونز فور لونج تيرم. حاجه تانية الديسجلايسيميا، والديسجلايسيميا ممكن تبقى هايبو وممكن تبقى هايبرجلايسيميا، وملاحظه في العيانين الدايابيتك والنون دايابيتك، والموكسي هو الهاير ريسك في الديسجلايسيميا. حاجه تانية الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن ممكن تبقى اكيوت انافيلاكسس، ودي طبعا فيتال، وممكن يبقى ديليد رياكشن. infrequently ممكن يحصل acute interstitial nephritis مع eosinophiluria وبطنات كريستاليوريا.
باقي الادفيرس ايفكتس برضو بتاعتهم CNS adverse effects، ودي بقى بنشوفها كتيرة جدا. disturbed level of consciousness، ودي ممكن بتبقى بعد جرعة واحدة، والحقيقة دي بنشوفها كتير جدا. عيان جاي، بالذات العيانين الاولد ايج، جاي الطوارئ، جاي disturbed، تاخد الهيستوري من الاهل، تتفاجئ انه واخد جرعة او اتنين لليفوفلوكساسين او سيبروفلوكساسين علشان خاطر urinary tract infection مثلا، ويجي لك disturbed. اول ما توقف الدواء ويبتدي على supportive measures تبتدي الدنيا تظبط. فده سايد افكت شهير جدا وبيحصل كتير جدا جدا جدا. وبريفرال نيوروباثي، بريفرال نيوروباثي دي uncommon لكن ستيل هي برضو ريبورتد، ممكن تحصل في اي وقت، بتاخد وقت طويل جدا عشان تريزولف بعد ما توقف الدواء. وللاسف في حالات ريبورتد ان هي عملت بيرمننت بريفرال نيوروباثي، ما راحتش حتى بعد ما وقفوا الدواء وما رجعوش عملوا ريتشالنج تاني للاسف، على الرغم ان هي حاجه uncommon بس ستيل هي سيريس. وممكن سيجرز، ودي very rare لكن ستيل ممكن تحصل، وممكن تحصل اكتر لو في انتراكشن مع ادويه تانية ممكن تزود السيجرز ثريشولد. ومايثينيا جريفز اكزاسربيشن، وعلشان كده افويد في اي مريض عنده مايثينيا جريفز. وحاجه تانية السويسايدال سولتس، ودي نزل عليها سيفتي اليرت الحقيقه في الفارماكو فيجيلانس سنتر، الايجيبشن فارماكو فيجيلانس سنتر في 2023 لقوا ان هو ممكن يعمل سويسايدال سولتس، وعشان كده قالوا لازم تبقى متابع المريض بتاعك، واول ما يبقى فيه سويسايدال ايديشن او لو في مثلا ديبريشن او تشينج في المود، وقف فورا وخليه اديله سايكولوجيكال سبورت. وحاجة تانية بقى musculoskeletal adverse effect tendinopathy، والتندونوباثي دي لقوا ان هي ممكن توصل لتندون رابتشر، وبالذات الاكيلس تندون. عشان كده لازم انبه المريض بتاعي ان هو ما يعملش extraneous exercise، ولازم he has to rest. ولو حصل ان هو ابتدى يحس باي pain او swelling يوقف فورا. حاجة تانية برضو ممكن يعمل أرثروباثي، ودي أكتر بتبقى بيخافوا منها في الأطفال بالذات لو 14 سنة أو أقل، وعلشان كده مش مفضل برضو استخدام الكوينولونز في السن ده. حاجة تانية الفوتوتوكسيسيتي، بعضهم ممكن يعمل برضو فوتوتوكسيسيتي، ودي بتبقى نون دوز ريليتد ايمينولوجيك، وممكن يحصل رابيد اونست منها. الليفو اقل في الريسك في الموضوع ده، والافضل ان انا انصح المريض بتاعي ان هو لو هياخد فلوروكوينولونز يستخدم صن بلوك كويس لو هيخرج الصبح. وطبعا ليهم دراج انتراكشن كتيره جدا، وعلشان كده always check for دراج انتراكشن طالما المريض بتاعي بيستخدم فلوروكوينولونز. حاجة تانية avoid in pregnant females، في lactating women، وفي ال children especially اللي أقل من 14 سنة، علشان طبعا الريسك of musculoskeletal toxicity. بعد كده الفوسفومايسين، وهنا نقصد الأورال فوسفومايسين اللي هو الباودر 3 جرام الساشيتس. طبعا ده برود سبيكترم انتي ميكروبيال برضو، وبيستخدم for treatment of acute uncomplicated cystitis، بيستخدم في الاسيمتوماتيك بكتيريوري in pregnancy، والسماح باستخدامه في البريجننسي as a single dose بس مش اكتر من كده. وممكن هو في العادي بقى لو non pregnant female ممكن يستخدم for UTI prophylaxis. فوسفومايسين adverse effects gastrointestinal intolerance، diarrhea، nausea، dyspepsia، abdominal pain، والأنست بتاعهم بيبقى rapid، وممكن clostridium difficile associated diarrhea، ودي dose and time related يعني برضو هتبقى related لللونج term use. بعض الادفيرس effects التانية زي headache، dizziness، أو increased risk of vaginitis. طيب بعد اللي احنا شفناه من الادفيرس effects الانتيبيوتكس في اللونج تيرم سبريسيف ثيرابي في اليو تي اي، في ابروتشز تانية مور سيف ان انا ممكن استخدمها في اليورينري تراكت انفكشن بريفنشن للناس اللي بيحصل لهم ريكورنسز. اول حاجه الانيشال ابروتش فور يو تي اي بروفيلاكسز، اول حاجه لازم افكر فيها لو مريض بيحصل له ريكورنت يو تي اي ان يكون في مشكله في اليورينري تراكت، مشكله ستراكشرال في اليورينري تراكت، يعني مثلا في obstructing stone، في obstruction لاي سبب ايا كان، في فيزيكولوريتيريك ريفلكس. فلو في مشكله يورولوجيكال تتحل المشكله اليورولوجيكال الاول،
دي هتقلل الريسك كتير جدا بتاع الريكارنت اوف UTI. فدي اول نقطه لازم نفكر فيها. الانيشال ابروتشز بقى ايه؟ جنرال ميجرز زي ان انا ازود الفلويد انتيك من 2 ل 3 لتر بير داي، زي contraceptive modification avoid the spermicide containing contraception لانها بتزود ال UTI الريسك اوف UTI. والبوست كويتال فويدنج هايجين. حاجة تانية التوبيكال استروجينز فور بوست مانيبوزال فيميلز، لقوا ان هي ممكن تستخدم، ولكنها لقوا ان هي مش افكتيف زي الانتي مايكروبيال بروفيلاكسز، ليها بعض الادفيرس ايفكتس زي abnormal discharge او abnormal vaginal bleeding او discomfort. وحاجة تانية بقى ودي الأهم والأخطر، إنها ما ينفعش تستخدم للبيشنتس اللي عندهم estrogen dependent tumor، او حتى لو عندهم increased risk of estrogen dependent tumor زي مثلا breast cancer، سواء في increased risk من التيومرز دي او موجودين فعلا، ما ينفعش نستخدم لها خالص التوبيكال استروجينز لانها هتزود الريسك بتاع التيومرز دي. حاجة تانية بقى لازم ناخد بالنا منها ان الاورال استروجينز ineffective، فدي ملهاش اي علاقة بموضوع ال prevention of UTI recurrence. بعد كده بقى الانتي بايوتيك سبيرنج استراتيجيز، ودي بعض البرودكتس الستاديز مش سبورتنج ليها قوي، ولكن على الرغم من كده كلينيكالي بالتجربه مع بعض الحالات اثبتت ان هي الى حد ما افكتيف في ان هي تمنع الريكورنس اوف UTI. زي ايه؟ اول حاجه الكرامبري، سواء بيتاخد بها ان فورم اوف جوس او ان فورم اوف كبسولز، tolerable بالنسبه للحالات وافكتيف في كتير من الحالات. الادفيرس ايفكتس بتاعته ممكن تكون ايه؟ طبعا بالنسبه للجوس ممكن الهاي كالوريك انتيك والسكر الكتير اللي بيبقى موجود فيه، والكبسولات او الجوس ممكن بقى يعني هارت بيرن، نوزيا، فوميتنج، شويه جاسترو انتستينال ادفيرس ايفكتس. بعد كده الكوليورينال او الهكزامين او الميثينامين او اللي الناس بتقول عليه في الدارج الفوار الاصفر، وده ما هوش انتي بايوتيك ولكن له انتي سيبتيك بروبرتيز. جايبها منين؟ ان لقوا ان الميثينامين ده بيتحول في البلادر لفورمالدهايد، ودي ماده ليها انتي سيبتيك بروبرتيز، فعشان كده هو مش انتي بايوتيك ولكنه انتي سيبتيك، وبيستخدم لبعض الحالات على الرغم ان مفيش ستاديز سبورتنج لده، ولكن لا يستخدم للعيانين اللي عندهم hepatic impairment ولا renal impairment، برضو ما ينفعش نستخدمهم. حاجة تانية البروبايوتكس، والحقيقة لقوا ان الفاجينال سابوزيتوريز اللي فيها بروبايوتكس بتساعد ان هي تعمل ريستوريشن للنورمال فلورا، نورمال فاجينال فلورا، وبتقلل الكولونيزيشن بتاعة اليوروباثوجينز، فدي بتقلل الريكورنس بتاع اليورينري تراكت انفكشن. ولكن الاورال بروبايوتكس ملهاش قد كده افكت، يعني في ستادي واحده قالت ان الاورال بروبايوتكس ملهاش افكت. والديمانوز ودي الاستاديز برضو ولا with ولا اجينست، عشان كده الاف دي اي مش بتقول ما تستخدموهوش، لكن يعني ولا بتقول استخدموه ولا بتقول ما تستخدموهوش. والحقيقه ان في حاليا برودكتس كبسولات فيها كومباينيشن من الديمانوز مع الكرامبري الاثنين مع بعض. take home message: improve fluoroquinolone prescribing practice. According to FDA, fluoroquinolone should not be used for uncomplicated UTI when other options are available، لأن ال risk of adverse effects بيبقى outweighing ال benefit. حاجة تانية limit ال prolonged UTI antibiotic prophylaxis، خليه هو ال last resort، و ensure first in ال benefit outweigh risk of adverse effects. avoid الانتيبيوتيك prophylaxis use in patients اللي عندهم episodes من السيستايتس واليوروباثوجين بيطلع عنده resistance للأورال antibiotics، لأن كده الريسك اوف resistance هيبقى عالي جدا. وفي الفيميلز اللي عندهم frequent documented recurrences من ال UTI وعندهم severe annoying symptoms، وهفهمهم البوتنشال drawbacks بتاعة الانتيبيوتكس، ممكن استخدم لهم الانتيبيوتيك prophylaxis as a reasonable initial approach. وحاجة تانية مهمة جدا وهي يمكن أغرب recommendation، لما يكون في مريض عنده breakthrough cystitis وهو أصلا ماشي على long term suppressive therapy من الانتيبيوتيك، consider antibiotic free period. ليه؟ لأن غالبا الانتيبيوتيك اللي استخدمه لفترات طويلة دي عمل له تشينجينج في النورمال فلورا بتاعته، فبالتالي ده ساعد على
الامرجنس اوف ريزيستنس وساعد على الكولونايزيشن لليوروباثوجينز. فلما توقف شويه الانتي بايوتكس وتعمل انتي بايوتك فري بيريود هتساعد ان المريض ده يريستور النورمال فلورا. الريستوريشن بتاع النورمال فلورا ده هيقلل في حد ذاته الريكارنس اوف يو تي اي. وحاجه كمان avoid the treatment of asymptomatic bacteriuria الا في حالات معينه، ودي اتكلمنا عليها بالتفصيل في محاضره الاسيمتوماتيك بكتيريوريا. كده احنا خلصنا المحاضره بتاعت النهارده. يا ريت تقولوا لي لو في اي كومنت او اي تعليق، ولو في اي افكار لمحاضرات جديده. اتمنى تكونوا استفدتم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.